متابعي ومشاهدي قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم في توقعات أحوال الطقس يوم الخميس بحول الله. بداية صورة القمر الصناعي توضح لنا أجواء راح تكون مغشة في كل من المناطق الشمالية. أما بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لصبيحة الغد بحول الله، راح نشهدوا أجواء راح تكون مغشة مرفوقة ببعض الأمطار، راح تكون خفيفة نوعا ما في كل من المناطق الشمالية. أما بالنسبة للمناطق الجنوبية راح يعرفوا أجواء صافية ومستقرة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري لصبيحة الغد بحول الله، البحر يكون كثير الاضطراب في السواحل الغربية، وين سرعة الرياح فيه تكون من 20 ل 25 كم في الساعة، بينما يكون هادئ بزاف في السواحل الوسطى والشرقية، وين سرعة الرياح فيه تكون من 10 ل 15 كم في الساعة. نروح نشوفوا درجات الحرارة مع الصبيحة إن شاء الله. بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة لصبيحة الغد بحول الله، كدرجة حرارة صغيرة راح تسجلوها في ولاية نعم ب7 درجات. أما بالنسبة لدرجة الحرارة الكبيرة راح تكون ب20 درجة في كل من المناطق تندوف، عين صالح والجزائر العاصمة. راح يكون عندنا 15 درجة في وهران، 10 درجات راح تكون في المدية، 16 درجة في غرداية، و15 درجة راح تسجلوها في ولاية بشار. إذا مشاهدينا هادو كانوا توقعات أحوال الطقس لصبيحة الغد بحول الله. فيما يخص الحال الغدوة والعشية إن شاء الله ما راحش يكون اختلاف كبير بينها وبين الصباح، راح تشهدوا نفس الأجواء اللي كانت مغشاة مرفوقة بأمطار رعدية، راح تكون خفيفة نوعا ما في كل من المناطق الشمالية. فيما يخص المناطق الجنوبية راح يعرفوا أجواء صافية ومستقرة، باستثناء بعض السحب العابرة اللي راح تكون بدون فعالية، اللي راح تميز الجهة الجنوبية الغربية ومنطقة إليزي. حالة البحر مشاهدينا المرتقبة لمساء الغد بحول الله، البحر يكون هادئ على طول الشريط الساحلي، وسرعة الرياح فيه تكون من 10 ل 20 كم في الساعة. نروح نشوفوا درجات الحرارة مع العشوية إن شاء الله. بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة لمساء الغد بحول الله، كدرجة حرارة صغيرة نسجلوها ب 14 درجة في ولاية المدية. أما بالنسبة لدرجة الحرارة الكبيرة راح تقعد في منطقة عين صالح ب 37 درجة، راح تسجلوا 35 درجة في أدرا، 32 درجة راح تكون في تمارا، 36 درجة في إليزي، 23 درجة في ورقلة، و25 درجة راح نسجلوها في الجزائر العاصمة. إذا مشاهدينا هادو كانوا توقعات أحوال الطقس يوم الخميس بحول الله. فيما يخص الحال يوم الجمعة إن شاء الله راح يتواصل الأجواء المغشاة في كل من المناطق الشمالية الوسطى والشرقية والمدن الداخلية الشرقية، راح تكون مرفوقة ببعض الأمطار، راح تكون خفيفة نوعا ما. باقي ولايات الوطن يعرفوا أجواء صافية ومستقرة، باستثناء المدن الشمالية الغربية والجهة الجنوبية الغربية راح يعرفوا بعض الأجواء راح تكون من صافية إلى غائمة جزئيا. بالنسبة للملاحة والصيد البحري المرتقبة اليوم الجمعة إن شاء الله، البحر يكون هادئ على طول الشريط الساحلي، وسرعة الرياح فيه متفوتش 20 كم في الساعة. فيما يخص درجات الحرارة اليوم الجمعة إن شاء الله، كدرجة حرارة صغيرة تسجلوها في منطقة البيض ب3 درجات، راح تكون مع الفجر إن شاء الله. أما بالنسبة لدرجة الحرارة الكبيرة راح تسجلوها بعد الظهيرة بحول الله في ولاية إليزي ب 37 درجة. هذا كان الحال يوم الجمعة إن شاء الله. فيما يخص الحال يوم السبت راح يتواصل الاضطراب الجوي في المدن الشمالية الشرقية والوسطى، خاصة في المدن الداخلية الشرقية. باقي ولايات الوطن يعرفوا أجواء صافية ومستقرة، باستثناء بعض السحب العابرة اللي راح تكون بدون فعالية، اللي راح تميز منطقة إليزي. بالنسبة للملاحة والصيد البحري المرتقبة اليوم السبت بحول الله، البحر يكون قليل الاضطراب في السواحل الغربية، وين سرعة الرياح فيه توصل 25 كم في الساعة، بينما يكون هادئ بزاف في السواحل الوسطى والشرقية، وين سرعة الرياح فيه تكون من 15 ل 20 كم في الساعة. فيما يخص درجات الحرارة اليوم السبت إن شاء الله، كدرجة حرارة صغيرة ارتفعت بدرجة واحدة ولات 4 درجات في ولاية تلمسان، راح تكون مع الفجر إن شاء الله. أما بالنسبة لدرجة الحرارة الكبيرة ارتفعت كذلك بدرجة واحدة، وراح تكون 38 درجة في منطقة إليزي بعد الظهيرة بحول الله. هذا كان الحال يوم الجمعة والسبت إن شاء الله. فيما يخص المعلومات الفلكية المرتقبة اليوم الخميس بتوقيت الجزائر العاصمة وضواحيها، الشروق اليوم غد راح يكون على 6:56 دقيقة، أما بالنسبة للغروب راح يكون على 6:11 دقيقة. ولمزيد من المعلومات زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الويب. مشاهدة طيبة مع بقية برامج الحياة الجزائرية، ونتلاقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. في أمان الله.